يا مساء الفل. النهارده هنعمل شيش طاووق، وصفه سهله واقتصاديه صدقوني، مش مكلفه خالص. وهقول لكم الحاجه وبدايلها. دلوقتي احنا جبنا اللي هي فوق الدبوس بتاع الفرخه، اوراق متقطعه قطع. ممكن تقولي للراجل الفرارجي يقطعها لك عادي. حطينا عليها زبادي، وبعد كده زعتر، وبعد كده رشه ملح ورشه فلفل. طبعا. ومعلقه ومعلقه بابريكا. طبعا عايزه تضيفي، عايزه تقللي حاجه، ده براحتك وحريتك، بس انا شايفاها كده هي متبهره كويس. والزعتر كمان للناس اللي ما جربتوش بيدي طعم وبيدي ريحه كمان في الاكل فظيعه. دي انا ضربتهم كده مع بعض، يعني خليت الخليط بتاعي ده يتشرب الزبادي. مش عندك زبادي ممكن تحطي شوية لبن صغيرين، وبعد كده حطيهم على الاقل خالص ساعتين. انا سبتها بصراحة يومين. وبعد كده بقى هجيب فلفلاية وقطاية وخيار فلفل بقى الوان. عايزه تجيبي الوان ماشي، متاح عندك. عايزه تجيبي لون واحد بس كفايه، اللي هو الاخضر، برضو براحتك يعني، المتاح عندك. انا شايفه ان التقطيعه ديت مش بهدر من الفلفلات، وكمان بقطعها مكعبات صغيره. انت عايزه تقطعيها بقى دواير، عايزه تقطعيها اي حاجه، بس علشان يعني تخش في الخله بتاعه عصايه الشيش. جبت كده الفلفلايه الصفراء، على فكره الفلفل الاصفر يعني والاحمر انا اكتشفت ان هو غالي اليومين دول، لقيته ب26 جنيه، مش فاهمه ليه يعني. وبعد كده قطعت البصلايه 4 تربع وهحطهم عندي، وفلفلايه خضراء طبعا المتاح عندك والمتوفر عندك ممكن تعمليه. وهعمل جنبيها مكرونه. حطيت المكرونه، ما بحطش اي حاجه في الميه بتاعه المكرونه غير لو عايزه شويه ملح، لكن الزيت كده كده كثافته بتطلع يعني. الزيت زي ما بيقولوا كده لا يختلط الزيت بالماء. وحطيت بقى، وشكلي براحتك، عايزه تحطي حته واحده من كل حاجه عشان يقضي معاكي ماشي، مش عايزه تعملي كده بصلايه، فلفلايه حمراء، فلفل اصفر، فلفل اخضر، وبعد كده تحطي حته قطعه فراخ. بصي شكلي واعملي براحتك بقى اللي انت عايزاه، والمتاح عندك اعمليه. بس على فكره علشان قلت لكم الفلفل الالوان غالي وكده، ممكن تطلبي من الراجل فلفلتين زي ما يطلعوا، يعني الوزن بتاعهم زي ما يطلعوا في الطبخه دي. وممكن كمان لو طلعوا زياده عندك تشيليهم في الفريزر، مش بيجرالوا اي حاجه. يعني قطعيه وحطيه في كيس واضغطي منه الهواء وشيليه في الفريزر، مش هيجراله حاجة. واستخدميه بعد كده في اكلات تانية. وفي وصفة تانية قريبة هستخدم برضو فيها الفلفل الاحمر. دلوقتي احنا عملنا السيخ بتاعنا. الوصفة دي اقتصادية جدا صدقوني. الفراخ عاملة 55 جنيه، نص كيلو، وهتكفي، ممكن تكفي 4 افراد. احنا فاردين بس في البيت، هتقضينا على يومين صدقوني. وبعد كده حطيت البطاطس بقى، عملت السياغ بتاعتي. وممكن تفرحي الاولاد بيها بدل ما بتطلبي اكل من بره، او تجيلك من بره. شوفي لو هتطلبي وجبه زي كده من بره، مكرونه بعصايتين شيش طاووق زي كده، هيكلفوا كده. وبعد كده هحطها في صينيه من غير زيت ومن غير سمنه، من غير اي حاجه خالص. بصوا الصينيه فاضيه كده، هي كده كده علشان فيها وراك، الوراك بتنزل الدهون اللي فيها فهتستوي. وحطيتها في الفرن. انت عايزه تحطيها في طاسه على النار براحتك. دلوقتي انا جبت حله وهعمل الصلصه، اسهل صلصه ممكن تعمليها. حطيت تومه وحبه زيت ومعلقتين صلصه، وبعد كده هحط كوبايه الميه وبس، وقلبيهم. وحطي بقى الملح والفلفل والزعتر بتاعك، وبهريها زي ما انت عايزه. انا بحب الحاجه تبقى هاديه كده. حطيت ملح وفلفل وخلاص على كده. علشان الطماطم بتاعتك ما تبص، علشان الصلصه بتاعتك ما تبص، لازم المعلقه اللي تاخدي منها تكون نضيفه، وتغرفي منها مره، وما تحطيهاش مثلا في الاكل وترجعيها تاني. لا كده الصلصه منك بتصوف وتلاقيها بتبوظ. لا، المعلقه تستخدمي منها الصلصه على طول وتكون نضيفه، ما تكونيش مثلا استخدمتي بيها الاكل. دلوقتي انا حطيت بقى المكرونه بتاعتي، وبعد كده قمت دلقه عليها الصلصه بتاعتنا. وابتديت ان انا اقلب بقى. حطيت الملح والفلفل بتاعي وبهرتها كويس جدا، وهقلب لغايه لما تحمر معايا. بصوا، عايزين تحطوا بدل التوم، عايزه تبشري بصله وتحطيها في زيت زي ما انت عايزه، بس انا دي ما بتاخدش معايا بالظبط 5 دقايق. شايفين شكلها بجد؟ ولا المطاعم، شكلها وريحتها خرافه.